لو موبايلك اتسرق زي النهاردة، فانا طالع الفيديو ده عشان اقولك ازاي تقدر تتتبع الموبايل بتاعك او تقدر انك توصل له ان شاء الله يعني. طبعا النهاردة وانا كنت جاي الشغل الساعة 12 بالليل. حصل يعني حادثة. تقريبا كان في اتنين راكبين موتوسيكل يعني، فكانوا عايزين يسرقوني، فربنا ما وفقهمش ان هم يسرقوني بسلام. فدخلوا فيا فيس تو فيس كده بالمكنة. طبعا احنا التلاتة اتنطرنا، وقعنا وحاجتي وقعت برضو. فحاولت ان انا اركز اجيب حاجتي، بس طبعا اثر الخبطة يعني، ومش عارف تبقى باينة بس انا عندي هنا جرح هنا. فاثر الخبطة يعني كانت كبيرة. فحاولت ان انا اشوف حاجتي فين، او ان انا استعيد تركيزي مرة تانية في اسرع وقت يعني، لان الموضوع كان في الشارع وكان في عدد كبير من الناس. فيعني على قدر الامكان قدرت ان انا احافظ على حاجتي، ولكن موبايلي مش معايا، مش لاقيه. فحاولت ان انا تراك ليه من الساعه، وكان موجود في الاريا اللي انا فيها وبيدي الارم ان هو موجود. بس طبعا انا مش سامع الصوت بتاعه لان الموضوع فيه دوشه جامده جدا. لحد بعد حوالي 5 دقايق كده بقى ديسكونكت على الساعه ومش مش موجود. فعرفت ان هو حد سرقه يعني. وتقريبا اللي سرقوا هما الاتنين اللي خبطوني بعد ما قالوا لي انت كويس وكده ومش عارف ايه ومشيوا. فعرفت ان هما اللي خدوا الموبايل يعني، حد قال لي انا شاف حد فيهم بياخده من تحت المكنة اللي كان خبطوني بيها دي. فطبعا مشيوا. فانا طالع الفيديو ده الاول بقول الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، وده خير. واكيد ربنا بيفادي حاجة صغيرة بحاجة اكبر منها. فالحمد لله يا رب العالمين. ودي قناعة لازم تبقى عند أي حد بيحصل له نفس الموقف، لأن الموقف ده بيحصل كتير جدا. بالذات في الشارع المصري ده بيحصل كتير جدا جدا. وأعتقد في تقريبا في برضه في دول كتير بيحصل، بس يعني ده بيحصل كتير في مصر الحقيقة. فأول حاجة ونصيحة لكل الناس اللي بتستخدم الموبايل في الشارع أو على الطريق الدائري أو في أي مكان فيه زحمة، يعني خلوا بالكم من الموضوع ده، لان ده بصراحة حصل اكتر من مرة يعني. وانا شفت حاجات بعيني لايف كده حصلت. فالحمد لله يعني كنت واحد النهاردة من الناس اللي كان مكتوب لها ان ده يحصل معاها، والحمد لله في سلام نفسي ان انا كويس وبخير. فده بالنسبة لي حاجة طبعا كبيرة جدا. طيب ازاي تقدر تتراك للموبايل بتاعك لو انت الموبايل بتاعك اندرويد وتحاول توصل له؟ دلوقتي بقى في يعني اكتر من طريقة، ولكن هقول لك الطريقة الاسهل. وبعد كده هقول لك اجراء تاني. الطريقة الاسهل ان انت لو انت حافظ الايميل بتاعك والباسورد، فتقدر تفتح من اي لابتوب او من اي كمبيوتر، وهتدخل على جوجل وهتكتب find my phone. فهيجي لك اول لينك، فهتفتح اللينك ده. فهيطلب منك انك تدخل الايميل بتاعك والباسورد. فبعد ما هتدخل الايميل والباسورد هيقول لك طبعا هيحقق بس الاول ان انت فعلا صاحب الايميل ده. وده حاجة سهلة جدا، هو بيبعت لك نافيجيشن على الايميل، فانت بتقول يس ده الايميل بتاعي. فبيجيب لك الاجهزة اللي انت كنت فاتح عليها الايميل ده، ومنهم طبعا الموبايل بحكم ان هو استخدامك الشخصي عليه كتير. فانت بتسلكت على الموبايل وبتختار الموبايل. فبيفتح لك اللوكيشن بتاع الموبايل فين بالظبط. ده في حالة ان الموبايل كونكتد بالانترنت، فبتقدر ان انت تتراك ليه ويديلك لوكيشن، وتقدر تمشي على اللوكيشن ده وتوصل ليه. طيب في حالة ان هو طبعا اتقفل زي موبايلي، وده اسهل حاجة طبعا هتتعمل، لان اكيد في ناس هترن عليه كتير جدا. ففي الحالة دي هتعمل برضو زي ما انا هعمل كده ان شاء الله يعني. هتروح مباحث الانترنت اللي هي موجودة في رمسيس، وده المركز الرئيسي. وليه ما تروحش تعمل محضر في اسم الشرطة؟ لان هم هيتأخروا في الوقت او المدة الزمنية اللي بتروح فيها المحاضر دي للفرع الاقرب يعني. وبعد كده الفرع ده بيودي للمركز الرئيسي لمباحث الانترنت اللي هو موجود في رمسيس. فالافضل انك تروح على طول مباحث الانترنت وانك تعمل هناك محضر. وهم يقدروا ان هم يعملوا تراكنج للموبايل ده. في حالة ان هو تركب فيه اي سيم كارد او حاجة، يقدروا ان هم
يعرفوا مكانه فين يعني ويختاروه بيه. بس الحل الاسهل طبعا في حالة ان انت كنت فاتح داتا او في نت يعني، فتقدر ان انت تتراك ليه. هتدخل على جوجل وهتكتب فايند ماي فون، هتفتح الايميل بتاعك، هتسلكت على نوع الموبايل بتاعك او الجهاز اللي انت بتدور عليه، وهتعمل تراكنج فهيجيب لك اللوكيشن بتاعه. فالحمد لله، قدر الله ما شاء فعل وخير، وانا مقتنع ان هو خير كبير طبعا، وفي سلام نفسي الحمد لله رب العالمين. ان الواحد طلع من حاجة زي كده كويس. فمش عايز حد يزعل قوي لو ده حصل معاه. واكيد احساس ان انت يعني زي ما بيقول بالمصري كده تتغفل، او ان انت يعني ما تبقاش واخد بالك ايه اللي بيحصل فحد يسرق منك حاجة، اكيد ده احساس الاصعب في الموضوع. ولكن حتى لو ده حصل فدايما نقول الحمد لله، ونحاول بقدر الامكان نخلي بالنا. وقدرك هيحصل هيحصل. فالحمد لله. وعايز اقول لكم في واحد صاحبي من يومين اصلا قال لي ان هو حلم بيا حلم مش كويس تقريبا، فكان بيطمن عليا يعني. فقلت له الحمد لله انا كويس، واللي ربنا كاتبه هو اللي هيكون. ففي النهايه الحمد لله. مش معنى كده طبعا ان يعني احنا بنصدق في الحاجات دي، ولكن اللي اقصده ان دايما تقول الحمد لله، ويبقى عندك سلام نفسي في استقبال المصيبة، او في استقبال اي خبر او اي موقف وحش. لان ده هيفرق جدا معاك، وهيفرق جدا في ثقتك في ربنا سبحانه وتعالى. وثقتك في ربنا سبحانه وتعالى ان هو هيعوض عليك وهيخلف عليك بالاحسن. فالحمد لله رب العالمين على كل حال. وصلوني منعكش حتى واثار الخبطة يعني. فالحمد لله على كل حال. وربنا يا رب يسترها على كل الناس. واكيد برضو مهم ان احنا نخلي بالنا واحنا ماشيين في الشارع بالتحديد، لان الشارع فيه كل الاشكال وكل الالوان، وسيء الخلق وحسن الخلق. فربنا دايما يا رب يعني يجمعنا بالناس الحسن الخلق. والحمد لله على كل حال. وقولوا لي بقى يعني لو عندكم طريقة تانية تعرفوا بيها مثلا ازاي ممكن نقدر نوصل لحاجة اتسرقت، او موبايل مثلا نقدر، لو في طريقة تانية نقدر ان احنا نتراك ليه ونوصل له، يا ريت تقولوا لي في الكومنتات كده ممكن نعمل ايه. شكرا.